لحد ما في يوم دخل حياتها أحمد ده بقى كان حكاية تانية خالص. عيونه ملونة زي السما الصافية، وشعره بني ناعم، وبشرته بيضة زي القمر. كان فعلا أجمل منها بكتير زي ما هي كانت بتوصفه. سلمى ما كانتش مصدقة إن واحد زي أحمد ممكن يحبها هي، بس هو حبها بجد، حب شخصيتها، حب ضحكتها، حب روحها الحلوة. كان بيشوفها أجمل بنت في الدنيا حتى من غير ميك اب. المشكلة بدأت لما أحمد طلب من سلمى تروح تتعرف على مامته. سلمى حست بنظرات غريبة كأنها بتفحصها. اليوم ده عدى وهي حاسة إنها معجبتهاش. وبعدها لما أهله جم يخطبوها رسمي، سلمى كانت زي القمر، بس نفس النظرات اتكررت، وأحمد قال لها بطريقة غير مباشرة إن أهله معجبوش بيها. سلمى افتكرت الموضوع خلص، بس اللي جاي كان أصعب بكتير. إزاي الحب ممكن يتحول لجحيم؟ اكتشفوا الكارثة في الجزء الثالث.